دور لي العربيه وبتاع، بقول اصل العربيه مش عارف مش راضيه تدور ليه، عربيات شمال، مخدرات، مش عارف سلاح. اكتر من 60 كابتن او 70 كابتن على ان درايف شافوا الريكوست، وما يعني مش ما حدش قبله. يعني مش مشكله، انا مش شايل معايا فلوس، بس معايا كليه ب 250 الف اسمها الصف في الجيزه، متروسه من جوه معجون. وما تنساش بقى تعمل اشتراك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وتعمل لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا جميل عماد وبقدم محتوى عن العربيات. طيب انا النهارده نزلت اشتريت عربيه من السوق ب70,000 جنيه. ايه التفاصيل وايه الحوار؟ قبل ما اقول لك طيب يعني انا نزلت السوق ليه اصلا، فانا عايز ابدا معاك الموضوع من الاول خالص. انا كنت عايز اشتري عربيه 132، تمام، ونفسي فيها لان انا كان معايا عربيه، او العربيه بتاعت والدي الله يرحمه كانت ماتسوبيشي جالنت 2000 سي سي وحاجه، يعني مكنه عافيه وكده. فكنت عايز اشتري حاجه تكون بتواكب نفس الموضوع، اللي هو تكون عربيه موتور، دفع خلفي، كلام من ده. فانسب حاجه لقيتها في الموضوع ده في الفئه السعريه القليله هي الفئه ال 132. فبدات ادور على النت على اعلانات فئه 132، تمام. في اعلان لفت انتباهي جدا، وهوريكم يعني صور منه موجوده على الشاشه دلوقتي، تمام. بيقول لك فئه 132 دواخل زيرو، رخصة منتهية، البيع بشهادة بيانات عادي، ما عنديش مشكلة. شهادة البيانات وهيتعمل منها توكيل او عقد مسجل، وبعد كده اطلع بقى انا ارخص براحتي وباسمي على طول، مفيش مشكلة، الموضوع طبيعي يعني. بس ال قلت خلاص العربية دي تمام. العربية كانت مكتوبة في الاعلان ب50,000، حلو. فقلت تمام، حلوة جدا العربية، وعلى طقم جنط، والبوية بتاعتها من بره باين في الصور ان هي نظيفة. فقلت هروح اتفرج عليها واشوفها. طبعا المكان في حتة يعني اللي من الجيزة عارفها اكيد، اسمها الصف في الجيزة، تمام. انا يعني ما اعرفش المكان ده فين، انا قلت يعني اللي هو ايه، هتلاقيه قريب من فيصل، ترسا، الهرم، اي حاجة يعني ايه في المتناول، الحتة اللي احنا عارفينها في الجيزة دي. طبعا رحت واخد بعضي وطالع عشان اشوف العربية. رحت بكلم الراجل، قال لي هتنزل في حتة اسمها الركن. نزلت في الحتة اللي اسمها الركن اللي هو بيقول عليها دي. طلبت اوبر من هناك عشان انا ما لقيتش اي حاجه، اي ميكروباص او اي حاجه. كنت رايح يوم خميس بالمناسبه، وكان الساعه دلوقتي يعني دخلت في 7 تقريبا وقت ما كنت رايح ابص عليها. فالراجل بيقول لي انزل فين؟ انزل في الركن واركب اي ميكروباص هيدخلك الصف. تمام، نزلت على الركن. في ميكروباصات الصف بتعدي من هنا، طبعا في بتاع 50 60 واحد واقفين على الارض مستنيين نفس الميكروباص اللي انا المفروض مستني عشان اركبه واروح الصف. دخلت على كافيه صغير كده عشان اشحن موبايلي، كان هيفصل شحن وبتاع. حطيته، فقلت له انا عايز اروح الصف. قال لي يا عم دي بعيده وبتاع وميكروباصات. طب ايه، هحاول اطلب لك اوبر من عندي عشان موبايلي كان فاصل. فطلب لي ديدي. في اكتر من 60 كابتن او 70 كابتن على ان درايف شافوا الريكوست، وما يعني مش ما حدش قبله، فاهمني. الريكوست كان جاي ب 180 جنيه، فعلى دي كان جايب من 180، على ان درايف كان جايب من 250، وانا كنت عادي 250 قشطه. فلقيت ما حدش قبل خالص على 250. اللي ما يعرفش اصلا، ريكويست ب 250 جنيه ده اللي يعني ريكويست ب 250 جنيه ده حاجه كويسه. اللي هو انا لما كنت شغال مثلا كنت اشوف ريكويست 250 جنيه ده هوديك، فاهم. بالذات ان هو مثلا ممكن تلاقي مسافه 30 كيلو ولا حاجه، مش كتير يعني. المهم، فالراجل كتر خيره راح طالب لي من عنده ديدي. ف لقيت واحد قبل كان جايب 180 جنيه، لقيته هو عمل تسعيره 220 جنيه، قبلت. لقيته اتصل بالتليفون قبل يعني اي حاجه، راح متصل بالتليفون انا هاخد 300 جنيه. قلت له يعني انت الريكوست اصلا كان جايب 180 وقلت لك 220، ووافقت على 220، وفي الاخر انت جاي بتتصل تقول لي هاخد 300 جنيه. قال لي انا قبلت اصلا عشان ايه اتصل اقول لك الاول انا هاخد 300 جنيه. قلت له يا عم تعالى ومش هنختلف. فجه ركبت معاه. فبسم الله الرحمن الرحيم، اول ما ركبت معاه وتمشينا شويه وبتاع، فبساله بقول له الصف يعني دي بعيده ولا ايه الدنيا ولا بتاع. قال لي بص الصف يعني ايه قريبه شويه، بس انت اي حاجه شمال عايزها هتلاقيها هنا. دي بسم الله الرحمن الرحيم كده، اللي هو انا داخل اشتري عربيه، والراجل بيقول لي المكان اللي رايح اشتري منه العربيه ده اي حاجه شمال هلاقيها فيه. بيقول لي عربيات شمال، مخدرات، مش عارف سلاح، عمال بص يعني بيقول لي على حاجات. ايه ده، في ايه يعني؟ في ايه، انا جاي اشتري عربيه شمال كده، فاهم. خلاص وش بقى حاجه تانية برضو من ضمن الكلام واحنا ماشيين بقى، لقيته بيقول لي ايه، انا لسه طالع من 5 سنين.
5 سنين ايه انت كنت في تدرس؟ ولا 5 سنين ايه اللي انت طالع منهم؟ لقيته بيقول انا لسه طالع من 5 سنين مخدرات، خدت عربيه مش عارف الانترا وكان فيها مخدرات ورحت اتمسكت بقى في العاشر. ويعني قصه كده فضل يحكي لي، ما اعرفش ليه فتح لي قلبه فاهم. وبرضه عرفت من ضمن الكلام اللي هو شغال برخصة ابن عمه وحاطط صورته هو، يعني هو مصور رخصة ابن عمه وحاطط صورة مكان الصورة، ويعني عامل حوارات عشان هو ما ينفعش عشان ما عندوش فيش، عشان الفيش بتاعه زي ما لسه قايل لي ان هو عنده 5 يعني قصة حزينة كده، ما ينفعش ان انا ايه اشتغل. طبعا بدايه القصيده كفر. انا انا رايح على الحاجه الوحيده اللي مطمناني ان انا مش شايل فلوس معايا، الفلوس كلها على على الفيزا وبتاع، فلا انا مش شايل معايا فلوس غير الفلوس اللي انا ايه بصرف منها فاهمني. وبدا بقى يجي في دماغي هلاوس اللي هو طب انا يعني ايه اللي ممكن يحصل معايا فاهم. يعني في مش مشكله انا مش شايل معايا فلوس بس معايا كليه ب 250 الف، معايا مش عارف ايه يعني فاهم، شويه حاجات كده فيا ممكن ايه تتقطع واصلك وهتروح يعني زي ما كل حاجه بتروح. فانا عمال افكر طب يعني الراجل ده انا هعمل ايه، انا دماغي خلاص اتشتتت بقى. لحد ما بدأنا بعد ساعة من الطريق خلاص، عايز اقول لك ان الصف دي يعني بتبقى انت داخل على الصعيد، يعني بينها وبين يعني الصعيد والجيزة الصف في النص فاهم. انت خلاص بتبقى شوية داخل على بني سويف والصعيد وبتاع. المهم دخلنا رحنا على القهوة اللي الراجل قاعد فيها، فلقيته انزلوا مش عارف ايه. طبعا قلت طب خليك معايا وبتاع هنبقى ايه نرجع سوا. الترابيزه اللي الراجل قاعد عليها اللي هو اللي هاخد منه العربيه ده، يعني السجاير الملفوفه حوالين الترابيزه زي فاهم كانها سجاير عاديه عادي تمام. هو قاعد يعني عينه حمراء، والراجل كبير، الراجل كبير في السن مهذب شويه في كلامه برضه، مش هقول لك ان هو وحش ولا كده، بس في حاجه غلط، في حاجه انا مش هشتري العربيه دي يا اسطى. العربيه دي لو ببلاش وراها كله انت بصمت لي بالعشره انه سليم انا مش هاخدها، انا مش طالع من هنا بالعربيه دي. بس ما ينفعش ان اقول لك كده يعني، ما ينفعش ان اقول لك ان انا خلاص انا همشي مش هاخد العربيه فاهم. انا اصلا مش عارف ايه اللي هيتم يعني. فين العربيه وبتاع؟ قال لي يا عم تعالى ايه جنب البيت هنا وبتاع. ده فضل يدخلني جوه في حواري وفي زخانيق وفي حتت يمين وحتت شمال وحتت يدوب واخدها العربيه اصلا، وعيال بتلعب في الشارع ونسوان قاعده على قدام البيوت وحوارات كده ما يعلم بالله ربنا. لحد ما لقيت زي طرقه طويله كده قطع ارض زراعيه، والعربيه مركونه في اخر الطرقه رايح بس يعني من اتجاه واحد شارع كده، والعربيه مركونه في اخره وعليها تراب وبتاع، ومركونه في اخره كده في حته مقطوعه كده. برضو انت عارف بقى انا دماغي يعني انا ايه اللي هيحصل يعني فاهم. يعني تعملوا ايه بقى يعني، هتفتحوا وتطلعوا الكليه امتى؟ المهم دخلت اتفرجت على العربيه فعلا كويسه مش وحشه يعني، الصاج كويس والبوهيه بره كويسه والعربيه تمام. من تحت بدات ابص عليها القوايم مش عارف ايه، في حاجه العربيه كويسه يعني كحاله، العربيه كويسه وطقم جنط مش عارف ايه. المهم قلت له دور لي العربيه وبتاع، بقول اصل العربيه مش عارف مش راضيه تدور ليه، هي بصراحه المكنه بتاعتها خفيفه شويه بس العربيه برضو ايه مع المارش معلق وفضل قصه كده. قلت له يا عم طب انا ممكن احاول اعمله لك، فجبت مفتاح حاولت اعمل في قفله في المارش، والمهم العربيه ايه ما المارش ما اشتغلش ومش راضيه تدور. كان الكلام زي ما قلت لك يوم الخميس بالليل، فقلت له يا عم بص لو فيها نصيب اجي لك يوم السبت الصبح تكون العربيه دايره وتكون الدنيا تمام ونتفرج عليها تاني، ولو فيها تخليص نخلص بس طبعا انا بقول لك كلمتين انا مش هاخد العربيه يعني، انا كده كده انا طالع من مش راجع تاني المكان ده، حتى لو هو اللي هيطلع لي بره بعد كده انا مش راجع تاني، انا مش هاخد العربيه دي. فقلت بقى ايه همشي مع الدنيا وخلاص. طيب لو العربيه عجباك انت ايه هتسيب لي من تمنها 1000 جنيه ولا حاجه عربون عشان ما وداش لحد قلت له ما اسيب لك عربون على اي اساس، مش هنشوف انا هاخد العربيه ولا مش هاخدها ولا بتاع. هو الراجل عايز يطلع باي مصلحه عامه يعني، فخلاص يعني ايه هتسيب لي 1000 جنيه من تمنها. قلت له لا انا لو كده هبقى اجي لك انا باذن الله هكلمك في التليفون ومش عارف ايه. المهم ما صدقت بالعافيه ان انا قلبت منه وركبت مع سواق اوبر، وبصراحه يعني ربنا يكرمه هو سواق اوبر رغم ان هو اللي دخل لي الرعب في دماغي من بدايه المشوار، ما قال لي انه خارج من 5 سنين وقصه، بس بصراحه هو اللي وقف معايا برضه، هو فضل واقف معايا واتفرجنا على العربيه ومش عارف ايه، هو اللي طلعني من هناك لحد ما ايه وداني لعند الركن تاني، وركبت من هناك نزلت بقى على محطه حلوان، وركبت من حلوان بقى نزلت ايه جوه بقى القاهره وكده. بس الفكره كلها ان هو يعني كتر خيره ان هو وقف معايا في القصه دي كلها، لان هو كان من هناك، حتى هو احنا في الطريق بيقول لي انا لو مش من هناك انا عمري ما هقبل الريكوست، فمحدش هتلاقيه هيقبل معاك الريكوست غير واحد زي حالتي عشان انا من هناك كده كده وهخش واطلع، محدش تاني يضمن ان هو يخش يطلع من غير عربيته
فاهم؟ ودي حقيقه حصلت. انا بقول لك في اكتر من 60 واحد شافوا الريكوست بتاعي، والريكوست بسعر عالي مش سعر قليل، وما حدش فكر ان هو حتى يعرض سعر اعلى يعني. لا احنا مش رايحين بابه، فاهم؟ فبس خلاص رجعنا. طبعا كنت شايف اعلان تاني لعربيه تانية في السلام، فبرضه ايه قلت هروح ابص عليها بالمره، كده كده يوم وضايع، وما كده كده مش هشتري حاجه بالليل، انا بروح ابص فاهم العربيه لو حالتها العامه عجبتني وتمام مفيش مشكله، هروح له بقى تاني يوم او يوم السبت او يعني اليوم اللي هيبقى فيه شهر عقاري فاتح، اتفرج على العربيه تاني، وبعد كده نتفاوض ونشوف الدنيا ونروح على الشهر العقاري نسجل وياخد فلوس واخد عربيتي. المهم لا كلمت الراجل اللي في السلام، قلت له انا قدامي نص ساعه ولا ساعه واكون عندك وبتاع. طبعا انا ما اعرفش ان المشوار هياخد له ساعه ونص من حلوان لعدلي منصور، ما علينا. المهم قال لي تمام انا ايه مستنيك. طبعا الكلام ده كان حوالي الساعه 10 ونص 11 بالليل. وصلت عند الراجل حوالي الساعه 12. بدات ايه ابص على العربيه. العربيه متروسه من جوه معجون، الحوض بتاعها متروس معجون، الشنطه فيها حتت معجنه وبتاع. هو الكلام ده على فكره برضو يعني عايز اقول لك ان هو مش عيب في عربيه قديمه، بس كل حاجه ليها سعرها يا اسطى. يعني انت كل حاجه ليها سعرها، الجديد او اللي دواخله كلها سليمه. مثلا العربيه بتاعت الصف دي الدواخل بتاعتها كلها كانت فعلا سليمه، ما فيهاش اي حاجه في الدواخل، لا قوايم ولا عرضيه ولا شنطه ولا حوض ولا كله تمام، فاهم؟ فما تقنعنيش ان ما فيش عربيات سبعينات، مش لا في عربيات سبعينات دواخلها سليمه. بس الفكره كلها ان ده مش مقتنع، ده بيقول لي يا عم لا العربيه ده احنا لسه عاملين لها عمره سيرفو، لسه عاملين لها طقم مش عارف ايه في الموتور، لسه عاملين لها ايه وايه وايه، والعربيه كلها ما فيهاش حاجه، العربيه كذا والعربيه كذا. بالمناسبه بتاع الصف ده اللي كان كاتب 50,000 في الاعلام، نروح بقول له بكام، بيقول لي 55، فاهم؟ يعني بقول لي 55 ماشي، فاهم؟ لو يعني ايه كانه نزل يعني 55 ايه يا اسطى، بقول لك الاعلان انا شايفه 50,000. اسمع لي انا برضه، لان نفس الحركه اتعملت مع بتاع السلام، كان منزل اعلان ب 52 قابل للتفاوض، رحت لقيته بيقول لي 55. قلت له يا عم انت منزل اعلان ب 52، بيقول لي ما هو ده التفاوض يعني نزل 3000 جنيه هو ده التفاوض. انت كاتب 52 قابل للتفاوض، يعني فيها اقل من كده، بس ما علينا. اتفرجت طبعا على العربيه ماشي، عفشتها لما مشيت بيها في المطبات وكلام من ده العفشه كويسه، الموتور بتاع حالته كويسه، فتيس وكلام من ده حالته كويسه. بس المشكله الوحيده هي كانت ايه، العربيه مليانه معجون من جوه، ال العتب بتاع العربيه فيه بدا يسرح فيه برومه وكلام. العربيه محتاجه مصاريف. هي ما خلصتش على كده، وانا اصلا ما اشتريتش 132. بس استنى التفاصيل كلها في الجزء الثاني، واشترك في القناه واعمل لايك للفيديو. بيقول لي بص وفتح الباب ووقف بره العربيه وايه، وحط ايده جوه العربيه وبيدور العربيه، بص بتدور من غير ما تكون جوه. عايز اقول لك ان في ارقام مبالغ فيها، 70,000 ورخصتها منتهيه. يعني هي رخصتها منتهيه كمان يعني يعني طب انا لو معايا 105 مثلا هاجي اشتري 128 ليه؟ فاشي بالصدفه كده لقيت عربيه تمام بيضه كده واقفه ولا مغسوله بترابها